مساء الخير عليكم وعلى كل الناس اللي بتشوفني دلوقتي. انا مبسوط جدا ان انا معاكم، وان شاء الله باذن الله يعني حابب ان انا اكون متواجد معاكم واكلمكم عن ماتش الزمالك بكره وعن ماتش الاهلي النهارده. طبعا هبتدي النهارده بمباراه النادي الاهلي. اعتقد البعض يعني ان الموضوع سهل كده، ان الاهلي يتغلب 5-0. دي نتيجة تقيلة جدا، أكبر نتيجة في تاريخ الأندية المصرية. مفيش فريق مصري على مدار تاريخ هزم 5-0 من فريق أفريقي، خصوصا لما يكون في قيمة النادي الأهلي. ولكن إيه أسباب الهزيمة؟ نمرة اتنين، اوعى تفتكروا ان خالد الغندور اللي هو كان لعيب كورة ممكن يكون فرحان في الأهلي أو فرحان في في لعيبة النادي الأهلي أو في جمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي ده صاحبي وأخويا وخالي وعمي وأبويا وصديقي وأصدقائي كتير أهلاوية. فطبعا النهاردة صراحة الواحد حزين جدا على الهزيمة دي. هزيمة كبيرة جدا للنادي الأهلي، هزيمة غير متوقعة. في ناس تقول لك لازم لازارتي يمشي. من وجهة نظري النادي الأهلي لو لعب من غير مدرب لا يمكن يتغلب 5. ودي حاجة غريبة وعجيبة. النهاردة النتيجة دي نتيجة 5-0 مع الرأفة كمان، بل بالعكس كمان كان ممكن تتعدى ال 5-0 وكانت ممكن توصل ل6 و7. ودي حاجة لا طبيعية ولا منطقية. قلت لكم قبل كده ان السحر منتشر في افريقيا، وساوث افريكا من الدول اللي بتعشق السحر او بتستعمل السحر في الكورة. في يوم من الايام الزمالك اتغلب من سان داونز و3-0، وكانت في شوط وحاجه كانت كارثيه برضو. وكانت حاجه غريبه وعجيبه، وساعتها الزمالك قال في سحر وبتاع والناس اتريقت. لكن النهارده بصراحه اللعيبه مش قادره تمشي، اللعيبه مش قادره تشيل رجلها. دول مش لعيبه النادي الاهلي. حاجه لا طبيعيه لا منطقيه، حاجه غريبه. يعني النهارده في حاجه غريبه في لعيبه النادي الاهلي. فالواحد حزين جدا جدا على النادي الاهلي، وكل الاحترام والتقدير لمشاعر وجمهور النادي الاهلي اللي اكيد النهارده حزين حزن كبير جدا جدا جدا. قد يكون هناك بعض الزملكاويه او كتير من الزملكاويه فرحانين بهذه النتيجه. مش فكره ان الاهلي اتغلب، ولكن عشان نكون حقانيين في يوم من الايام النادي الزمالك كان بيلعب في النهايه امام سان داونز. كتير من جمهور النادي الاهلي عمل هاشتاج اسمه افريقيا سان داونز. كتير من بعض جماهير النادي الاهلي لبست حتى تيشيرت سان داونز. انا يمكن لما القرعه وقعت فيها النادي الاهلي مع سان داونز قلت يعني يرضيكوا ان جمهور الزمالك يقول افريقيا سان داونز. كمان انا في برنامجي عرضت فرحه جمهور النادي الاهلي في الشوارع بهزيمه الزمالك وخروجه من البطوله الافريقيه وعدم حصوله على البطوله الافريقيه. وده طبيعي ومنطقي في ظل المنافسه اللي موجوده بين الاهلاويه والزملكاويه. في يوم من الايام برضو احد الصحفيين قال انا مش عايز الزمالك يكسب سان داونز. وفي برضو واحد من الصحفيين قال لك افريقيا سان داونز وكتب مقالة عن ده. يمكن يكون الزملكاويه شايفين ان في نوع من الشماتة حتى بعد مباراة جورماهيا الكيني. ما الزمالك اتغلب 4-2 من جورماهيا الكيني، كان برضو في نوع من الشماتة ونوع من التقليل ونوع من ولكن الكبير اللي يحترم مشاعر الجمهور، خصوصا لما يكون جمهور كبير وعريض في قيمة النادي الأهلي. اصحابك واخواتك كله في ناس اهلاويه، يعني ممكن واحد زملكاوي دلوقتي ابوه اهلاوي بيتفرج عليا دلوقتي. وبالتالي اللي انا عايز اقوله هارد لك مش عايز اقول هارد لك لان النادي الاهلي ما يستحقش النهارده ان الواحد يقول له هارد لك. ما ينفعش فريق يتغلب 5-0 ومع الرأفة ونقول له هارد لك. لا، اللعيبه لازم تتحمل المسؤوليه. الجزء الكبير من وجهة نظري على اللاعبين مش على المدرب. قد يكون المدرب اخطأ، لكن حتى لو النادي الاهلي سافر من غير جهاز فني بالكامل وكابتن الفرقه هو اللي حط التشكيل، مش هيتغلب من ساوث افريكا او سان داونز 5-0. يعني حاجه لا طبيعيه لا منطقيه ان النادي الاهلي ممكن النادي الاهلي يتغلب. ما هو اتغلب من سيمبا واتغلب من فيتا كلوب وتعادل مع الثوره الجزائري في اخر دقائق من اللقاء بهدف كريم نيدفيد. يعني النادي الاهلي في خارج الارض مش ماشي كويس، نتائجه مش كويسه بقاله سنتين، نتائجه مش كويسه.
لكن النهارده اللي حصل حاجه غير طبيعيه للنادي الاهلي، خصوصا ان هو يمتلك مجموعه من اللعيبه اللي عندها خبرات، وبيلعبوا في منتخب مصر، وبيلعبوا في منتخب تونس، واللي بيلعبوا في منتخب نيجيريا. زي اجاي لعب للمنتخب الاولمبي، لعب في الاولمبياد. عنده لعيبه عندها وليد ازار، وعنده لعيبه عندها خبرات، ولعيبه لعبت كاس عالم. وبالتالي النهارده نتيجة غريبة وعجيبة ولا منطقية، ولكن ستظل في التاريخ. لأن النادي الأهلي النهاردة، لو احنا بنتكلم على نتائج سلبية عملتها فرق طوال تاريخها، سيذكر هذا اليوم ان هو أسوأ يوم في تاريخ النادي الأهلي في البطولة الأفريقية، وأسوأ نتيجة للنادي الأهلي، بل كمان لأي فريق مصري شارك في هذه البطولة. النادي الأهلي خسر بنتيجة كارثية، ولن تحدث إلا بعد سنين وسنين. يعني لن تحدث مرة أخرى إلا بعد سنين وسنين. أنا هقول يعني لجمهور النادي الأهلي ما تزعلش. النادي الأهلي نادي كبير ويمتلك شعبية كبيرة. هي الكورة كده، ساعات، أيام في التاريخ بتحصل نتائج لا منطقية. ريال مدريد اتغلب خمسة، والزمالك حتى اتغلب خمسة، واتغلب ستة من النادي الأهلي. في حاجات كده التاريخ بيفضل يذكرها، ولكن هي ظروف لقاءات. زي ما النهاردة أصبحت ظروف لقاء، يعني 5-0 دي أصبحت خلاص نتيجة سيظل التاريخ يذكرها دائما، إن سان داونز كسب النادي الأهلي 5-0. بكره في مباراه مهمه جدا لنادي الزمالك. نادي الزمالك بيفتقد عناصر مهمه جدا، اكتر ماتش نادي الزمالك بيفتقد فيه عناصر مهمه. يكفي غياب فرجاني ساسي، في غياب كهربا، غياب حميد احداد. يعني غياب لعيبه مؤثره جدا جدا جدا. وكمان ايمن حفني ما سافرش، وفي لعيبه كتير، واعتقد حازم امام مصاب، في كذا لعيب لم ما سافرش. وبالتالي نادي الزمالك عنده مباراة صعبة أمام فريق حسنية أغادير، فريق محترم، فريق تقريبا الخامس أو السادس في الدوري المغربي. عنده لعيبة مميزة. الكرة المغربية كرة مميزة، بيلعب على أرضه وسط جماهيره، عنده لعيبته عندها دوافع، وفريق قوي. نادي الزمالك أيضا لابد إن هو يكون قوي، ولابد إن هو يستطيع إنه يعمل نتيجة إيجابية خارج أرضه، عشان مباراة العودة اللي هتتلعب بعد اسبوع من دلوقتي ان شاء الله. نتمنى يا رب التوفيق لنادي الزمالك بكره من كل قلبي، واتمنى ان شاء الله ان هم يكونوا قدها وقدود، ويكونوا رجاله، ويتعظوا من مباراه الاهلي النهارده. الكره ما فيهاش كبير، الكره لا تعترف الا بالجهد داخل الملعب. باذن الله يكون لعيبه نادي الزمالك على قدر المسؤوليه، ويقدروا قيمه وحب جمهورهم ليهم. ده اللي انا بتمناه ان شاء الله بكره لنادي الزمالك. وبتمنى بص يعني، يمكرون، يعني يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كما تدين تدان. يعني يا جماعه العدل، يا جماعه العدل، مع احترامي، برنامج نادي الزمالك يتوقف في اي مكان ليه؟ ليه عايزين يوقفوا صوت نادي الزمالك؟ ليه برنامج نادي الزمالك يتوقف؟ ليه؟ قد يكون اكثر من موقف رئيس نادي الزمالك بيخطئ، بيتعصب، لكن التركيز معاه كبير جدا 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 جدا، زياده عن اللزوم. يعني بعتبر ان هو مستهدف، ان هو الناس مش حباه، فعايزين دايما يوقعوه في الغلط، ويحطوا سبوت عليه، رغم ان في ناس كتير قوي بيتسرب لها مكالمات، وناس كتير قوي بيحصل كوارث بالنسبه لهم. ولكن الجمهور او السوشيال ميديا ما بتركز، او الاعلام ما بيركزش زي ما بيركز مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. لكن في النهايه نادي الزمالك ده نادي كبير، وله جماهيريه عريضه وكبيره، ولابد ان يحترم. وبقول للمسؤولين احترموا نادي الزمالك، واحترموا جمهور نادي الزمالك، واوعوا تستهونوا بقيمه نادي الزمالك. وبقول للشركات الراعيه نفس القصه، احترموا الزمالك وجمهوره، واوعوا تستهونوا بجماهيريه نادي الزمالك الكبيره. ولازم نادي الزمالك يكون له برنامج، ويعود ليه صوته في الاعلام. امبارح الزمالك بنقول الف مليون مبروك لرجاله كره اليد، رجاله كره اليد اللي كان فاضل 20 ثانيه والاهلي ياخدها.
ياخد البطوله وكاس السوبر. يجي العالمي احمد الاحمر بيحط هدف وكان فاضل لسه 4 ثواني، كان ممكن الاهلي يخطف الهدف، ولكن في النهايه يستطيع الزمالك انه يفوز بالبطوله ويصعد لكاس العالم للانديه. وانا لا اجد اي اهتمام من الاعلام المصري بقيمه نادي الزمالك وبقيمه فوزه بالبطوله كره اليد. بشوف اشياء كتيره بتحصل فيها نوع من الاخطاء، يعني حتى كمان بعد الخناقه الرهيبه اللي حصلت بعد اللقاء ما بين لعيبه الاهلي او الاتحاد او والضرب بالايد والبتاع، الاقي الحاج عامر حسين عامل لك 40,000 جنيه ولا ايقافات لاي حد. يعني حاجه غريبه جدا. وكابتن جهاد جريشه العالمي المونديالي، حضرتك ما بتشوفش؟ يعني المراقب مش موجود، حضرتك انت ما بتشوفش الحكم الرابع مش موجود، مراقب الحكام مش موجود. ايه ده يا جماعه؟ ده ايه الهزار والتهريج دوت؟ ثم ناس كتير قوي بتتكلم على ضربه الجزاء التي لم تحتسب ضد النادي الاهلي على ياسر ابراهيم. احنا لعيبه كوره، وانا كنت لعيب كوره صايع جدا، صايع جدا جدا كلاعب كوره يعني، مع احترامي يعني. للاسف لم اجد اي حكم واي محلل حكم بيفهم في التحكيم ويفهم في الكوره دي وحللها صح، غير واحد بس، ولكن في النهايه برضو اخطأ. اما يجي ياسر ابراهيم يقول لك حاطط ايده ورا، حاطط ايده وراه، يبقى الكرة ما فيهاش قصد نهائي. اولا ما فيش اي لعيب كرة في العالم اما بيعمل تاكلينج بيحط ايده وراه. اما بيعمل تاكلينج، يعني ما فيش لعيب وهو بيعمل تاكلينج بيروح حاطط ايده كده